فإن من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في صلاته ويكثر من قراءتها في طرفي النهار سورة الكافرون، ومعها قرينتها سورة الإخلاص قل هو الله أحد. روى ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي سنة الفجر. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم ما يقرأ بذلك، فقد روى أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الصبح بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في سنة المغرب، فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقوله يقرأ في المغرب أي في السنة التي بعد صلاة المغرب، كما جاء ذلك مفسرا في الحديث الآخر عنه رضي الله عنه. وروى ابن ماجة كذلك من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين بعد صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملازما لهاتين السورتين في صلاة المغرب، كما روى الترمذي من حديث ابن مسعود أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي سنة الطواف. روى مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما ذكر طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وصلاته ركعتين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وكذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بهما في وتره. روى أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.